السلام عليكم. وسؤال النهاردة: هل فعلا جلسات الترطيب مهمة بعد أي معالجات للشعر زي البروتين وما إليه؟ أنا عايزة أقول إن جلسات الترطيب هي كل حاجة بتتوقف عليها. بمعنى لو حصل نسب جفاف بعد عمليات البروتين والفرد، هو ده مربط الفرس، بيحصل الجفاف الشديد ثم التقطيم والوقوع. وأعتقد إن الشكوى الرئيسية 99% من اللي بعد البروتين هو الوقوع للشعر. وده لو احنا عرفنا ان هو السبب الرئيسي في جفاف الشعر هنهتم بجلسات الترطيب، وهنعرف ان جلسات الترطيب هي اهم نقطة لازم ناخد بالنا منها. فبعض الحالات انا بقول لها انت كده كده هتعمليه مضطره، ولكن بعد كده هتحتاجي جلسات الترطيب. جلسات الترطيب بتندرج تحت يا اما حمامات كريم بعد الشامبو كويس، او السيرم بعد الغسيل. ولكن في بعض الحالات العميقه شويه او بيبقى فيه ضرر اصلا في الشعر، فلازم نلجأ كل شهرين 3 لعمل جلسات الترطيب اللي هي تحت بند الجلسات الأولى بليكس بس بالتدخل الحراري، أو لو هعملها على البارد في البيت. المهم اللي يهمني في النقطة دي إن جلسات الترطيب هي أهم حاجة لازم ناخد بالنا منها بعد المعالجات، حتى ولو كان الشعر سليم. فلازم الخط الأحمر اللي نخلي بالنا منه كلنا هو إن الشعر ما يحصلوش جفاف، لأن دي هي بداية أي خطورة فيما بعد. ولو عندك سؤال راسليني على الخاص وهكون معاكي فورا.